ويمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية وإحياء المفاوضات بغية انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وهو ما يشكل أكبر ضمانة لأمن إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، ويدعم أمن واستقرار المنطقة. أيها السيدات والسادة، إن الدول العربية حريصة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، غير أنها وللأسف الشديد تجابه بالتسويف والمماطلة ومحاولات إحباط مساعيها السلمية. فأما أن يعالج مجلس الأمن قضايانا المشروعة بالجدية والمسؤولية ووفقا لهذه الأسس، أو أننا سنجد أنفسنا مرغمين على إدارة ظهورنا والنظر في خيارات أخرى. أيها السيدات والسادة، في هذه اللحظة يتعرض الفلسطينيون للقتل، الأطفال يتيمون ويفقد الآباء محبين، لا لسبب سوى أنهم متواجدون هناك. هل يسمح مجلسكم لهذا الوضع أن يستمر حتى ولو لساعة أخرى؟ والسلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, je vous remercie. Je donne maintenant la parole au secrétaire général de la Ligue des États arabes, son Excellence Amer Moussa. شكرا سيادة الرئيس. تقبلوا أولا سيادة الرئيس